في رحلة الحياة يمر الإنسان بمحطات مختلفة تتنوع بين الفرح والحزن، بين النجاح والإخفاق، بين السهولة والمشقة، وكل مرحلة منها تترك أثراً عميقاً في النفس. لكن يبقى للأيام الصعبة وقع خاص وتأثير بالغ في تشكيل شخصية الإنسان وصقل روحه. قد تتساءل: لماذا أنا؟ لماذا أمر بكل هذا الألم؟ لماذا لا تكون حياتي سهلة كغيري؟ والجواب ببساطة هو أن الألم يصنع منك نسخة أكثر نضجاً وأشد صلابة. الإنسان الذي لم يتذوق مرارة الفشل ولم يختبر طعم الخسارة يبقى هشاً أمام أول عاصفة. أما أنت فكل عاصفة مرت بك زادتك ثباتاً. لا تظن أن القوة تعني أن تكون قاسياً، بل القوة الحقيقية هي أن تمتلك قلباً رحيماً لكنه لا ينكسر، أن تظل قادراً على العطاء رغم الجراح، أن تستمر في المحاولة رغم كل السقطات، أن تنهض كل مرة وكأنك لم تهزم بالأمس. من أبرز الدروس التي تمنحنا إياها الأيام العصيبة أنها تفضح الوجوه الحقيقية لمن حولنا. ففي الرخاء يكثر المحيطون بك، لكن حين تحين ساعة الشدة يتساقط الكثيرون من حولك كأوراق الخريف. ستكتشف حينها أن بعض العلاقات كانت مجرد ظل، وبعض الأصدقاء كانوا فقط للحظات السعادة. وهنا تتشكل لديك مناعة اجتماعية، فتصبح قادراً على التمييز بين من يحبك لذاتك ومن يحبك لمصلحته. ومن هنا أيضاً تبدأ في بناء دوائرك الخاصة التي تحتوي فقط على من يستحق البقاء. الصبر هو السلاح الخفي. الأيام الصعبة تعلمك أن الصبر ليس مجرد فضيلة، بل هو سلاح. الصبر هو القدرة على الانتظار حين تعجز عن الحل، وهو القوة التي تمسك بيدك حين ترغب في الاستسلام. وكلما طال صبرك ازدادت قدرتك على التحمل وارتفع سقف احتمالك. لا تخف من طول الطريق ولا تجزع من ثقل الأحمال، فالله لا يختبرك لينهكك، بل ليهذبك ويقودك إلى مكان لم تكن ستصل إليه لو كانت حياتك سهلة دائما. الفشل خطوة نحو النجاح. كم من مرة بكيت من شدة الخذلان. هذه اللحظات التي ظننتها نهاية الطريق هي في الحقيقة كانت بداية جديدة. الفشل ليس عاراً، العار الحقيقي هو أن تتوقف عن المحاولة. وحتى الفشل في ذاته درس ثمين يمنحك خبرة لا يمكن لأي كتاب أن يعلمك إياها. كل عثرة تقودك إلى خطوات أكثر حذراً، كل سقطة تجعلك أكثر وعياً، وكل خسارة تدفعك إلى التفكير بطرق مختلفة. تعلم أن تكون لنفسك. من أهم ما تعلمك إياه الأيام الصعبة أنك يجب أن تكون سند نفسك. ستصل إلى مرحلة تدرك فيها أن الوحدة أحياناً أفضل من البقاء في دوائر تؤذيك. ستتخلص من العلاقات التي تستهلك وتبحث عن السلام الداخلي بدلاً من القبول الاجتماعي. النور يأتي بعد العتمة. كم من شخص مر بليال طويلة من الحزن، لكنه استيقظ يوماً ليجد أن النور بدأ يتسلل إلى حياته. الأيام الصعبة لا تدوم، لكن أثرها يبقى. ثق أن كل ألم سيتبعه فرج، وأن الله لن يتركك في منتصف الطريق. الحياة مثل الليل والنهار، دوام الحال من المحال، فكما لا يستمر الليل لا يستمر الحزن. كن ممتناً لما مررت به. قد يبدو هذا غريباً، لكنك يوماً ما ستنظر إلى الوراء وتبتسم. ستشعر بالامتنان لكل ما مررت به، لأنك لولاه لما كنت الشخص القوي الذي أنت عليه اليوم. تلك التجارب التي كرهتها في وقتها هي التي صنعت حكمتك الآن. كل وجع كان يضيف إلى رصيدك شيئاً ثميناً: شجاعة، صبر، وعي، وهدوء داخلي لا يتزعزع. خلاصة القول: أيامك الصعبة ليست لعنة، بل هي أعظم فرصة لصقل شخصيتك وبناء قوتك الداخلية. لا تهرب من الألم، بل واجهه بثقة ويقين أن كل هذا سيمر. لا تستسلم ولا تتوقف. الألم قد يهزمك مؤقتاً، لكنك من تختار أن تكون منتصراً في النهاية. ثق أن الله يراك ويرتب لك الأفضل، وكل ما تعانيه الآن هو جزء من قصة سترويها يوماً بفخر، وستكون أنت البطل الذي لم ينكسر.